ساعات كتير أصحاب المشاريع الخسرانة ما بيكونوش عارفين الأسباب الحقيقية ورا الخسارة. أنا بسمة العطار وده بودكاست مشاريع خسرانة. أهلا وسهلا بيكم في الحلقة التانية من بودكاست مشاريع خسرانة. النهاردة معانا ضيف مميز جدا أغلبنا عرفناه من برنامج شارك تانك لأنه كان مميز جدا وقال لأ لكل الأوفرز. معانا النهاردة محمد الفقي. أهلا وسهلا بيك يا محمد. اهلا يا بسمة، إيه ازيك؟ عامله ايه؟ الأخبار؟ الحمد لله كله بخير. طبعا في ناس كتير عارفاك من شارك تانك بس برضو ما يعرفوش كتير عنك، فممكن تعرفنا بنفسك؟ طيب انا اسمي محمد فقي، الرئيس التنفيذي لشركه سيمبل والشريك المؤسس. قبل سيمبل كنت رئيس تنفيذي لاحدى شركات التمويل الاستهلاكي، وقبلها كنت بشتغل في البنوك في التجزئه المصرفيه في البنوك لمده تقريبا 13 سنه. وقبلها كنت بشتغل برضو يعني حبه وظائف في مجالات مختلفه، منها مجالات السيارات، مجالات التليكوميونيكيشن، الانفورميشن تكنولوجي. يعني ان توتال كده بقالي تقريبا 25 سنه بشتغل. ما شاء الله. انت اصلا مهندس مش كده؟ انا اوريجينالي انا مهندس خريج جامعه القاهره، اه، معاك خدت ماجستير في إدارة الأعمال. وخدت ماجستير في اداره الاعمال. خدت دبلوم التسويق الاول وبعد كده ماجستير في اداره الاعمال. اه، خدتها من هنا في مصر، مظبوط. من مصر. تمام. احنا عايزين نسألك على الفترة اللي انت اشتغلت فيها في قطاع البنوك. انت اشتغلت تقريبا 12 سنة، مظبوط؟ تقريبا اه، في قطاع البنوك، واشتغلت في إدارات بتتعامل كتير جدا مع شركات، بتدخل كتير جدا شركات ومنها أغلبهم بيبقوا شركات متعثرة ماليا. من وجهة نظرك بقى انت ايه اهم الاسباب اللي بتخلي الشركات تتعثر ماليا وبعد كده ممكن تؤدي بيها الخسارة او انها تقفل؟ طيب خلينا نقسم السؤال ده لنصين. آم، الشركات اللي بتتعثر لظروف خارجة عن إرادتها، يعني ظروف اقتصاد سواء اقتصاد محلي أو اقتصاد عالمي، ظروف بلد whatever، ده وارد جدا إن هو بيحصل. صحيح. وده للأسف اللي بيديروا الشركات دي أو المسؤولين عن الشركات دي أو حتى المساهمين في الشركات دي وأصحاب رؤوس الأموال في الشركات دي ملهمش تحكم في الموضوع ده. فزي ما بيقولوا خسارة قريبة ولا مكسب بعيد، يعني بيحاولوا ان هم يتخرجوا بأسرع وقت او يعملوا ليكويديشن للشركة دي في أسرع وقت عشان يقدروا يعوضوا الخسارة دي من خلال مجالات تانية او أسواق تانية. تمام. فده كده الجزء الأولاني. الجزء التاني، الشركات اللي بتبقى متعثرة او بتواجه خسارة نتيجة أخطاء إدارية. ممكن تبتدي من فريق العمل نفسه، مفيش تناسق مع فريق العمل، صحيح. عدم الخبرة بالنوع النشاط اللي احنا بنشتغل فيه. يعني ممكن كلنا بنشتغل في بيزنس مثلا اعمال، تمام، ولكن نوع الاعمال بيحتاج خبرات معينة. انت من الاول ما جبتش ضمن فريق العمل الخبرات دي عشان تساعدك ان انت تبني النشاط ده او ان انت تكبر في البيزنس ده. فده جزء. الجزء التاني بيبقى مفاهيم خاطئة عن إدارة الأعمال، استجابة يا إما للمساهمين أو المستثمرين في الشركة. تمام. ففي بعض الأحيان ممكن السرعة المطلوبة للنجاح تؤدي إلى فشل محقق. تمام، ازاي يعني ممكن؟ يعني خليني هقولها لك بمنتهى البساطة. لو حضرتك النهاردة مسؤولة عن شركة ما، وحضرتك بتديريها لان انت عندك الخبرات اللازمة لإدارة هذه الشركة، والفكرة كانت فكرتك، ولكن عشان تقدري تكبري دخلتي معاكي مستثمرين. تمام. المستثمر اللي دخل معاكي في اغلب الاحيان هم ما بيفهموش زي ما انت بتفهمي في نوع الحتة النشاط ده. بالظبط اكيد. يعني حضرتك الصنايعيه بتاعت النو النشاط هاو ده، عن. النو هاو عندك، مم. تمام، مم. ولكن هم لرغبتهم في تحقيق اعلى عائد على راس المال مم. ممكن ساعتها ان هو يستخدم التاثير بتاعه او الانفلونس بتاعه فيخليكي تاخدي قرارات خاطئه. تمام. القرارات الخاطئه دي للاسف هتغرقكم انتوا الاثنين. طيب. فهنا لازم تفرقي كويس قوي ما بين انا بستجيب لان انا شايفه ان الاراء اللي بتتقال لي او النصايح اللي بتتقال او قرارات مجلس الاداره اللي بتتاخد دي قرارات صحيحه، ولا دي فقط قرارات لارضاء رغبه تثميرين.
تمام، بس هي حته كريتيكال قوي. انا يعني الحته دي فعلا شفتها بنفسي. قصه ان كمان يكون حد من المستثمرين او الشركاء عندهم وجهه نظر، فيعملوا بوشنج اللي بيدير الشركه ناحيه حاجه معينه. القصه بقى الايشو هو المفروض يتعامل ازاي لما يلاقي التيار ضده بالشكل ده وهو شايف ان ده ضد مصلحه الشركه. ده بقى بيرجع لصاحب الشركة نفسها أو رائد الأعمال نفسه، والكاركتر بتاعته وخبراته عاملة ازاي. تمام. يعني دايما اللي بيقع في الفخ ده هو الشباب الصغيرين. مهم. ليه؟ لأن هم بيبقوا لسه متخرجين، خلصوا تعليمهم، عندهم أفكار، عندهم أحلام، ولكن عشان تاخدي دي في حيز التنفيذ بتبقى قصة تانية خالص، محتاجة خبرات حياتية، حتى مش هقولك خبرات صحيح. في الشغلانة نفسها، ولكن بتبقى محتاجة خبرات حياتية. صحيح. فالنهاردة أما بيبقى معايا مستثمر وأنا شاب صغير، أنا بالنسبة لي المستثمر ده هو مش فلوس بس، مهم. لا، هو ده الجايدنس، المنتورشيب، هو ده الخبرات اللي أنا بدور عليها. فبالتالي أي كلام هيقوله لي أنا باخده مسلم بيه، مهم. وبالتالي بحاول ان انا انفذه او اطبقه في اطار ال النشاط اللي انا بديره يعني. ولكن اللي انا بحاول اقوله هنا ان مش بالضروره ان اللي بيقوله لك المستثمر ده يكون صح، صحيح. او المساهم ده صح. صحيح. وعشان كده يعني انا بنصح الناس او الشباب الصغيره اللي فعلا عندها احلام وعندها مشاريع عايزه تحققها، ما يبتدوش على طول بتحقيقها. يعني مهم. لازم ياخدوا زي اعتبريه مركز اعداد او مركز تدريب كده. مهم. لا، انا لازم الاول اخد من 4 ل6 سنين في الحياه العمليه، مم. اشوف انا بتعامل الناس مع بتعامل مع الناس ازاي، بتعامل مع مديريني ازاي، مم. ايه التشالنجز اللي بتقابلها الشركه اللي انا بشتغل فيها او الشركات اللي انا مريت عليها. يبقى عندي خلفيه ومعلومات اكتر عن صناعات مختلفه، اندستريز مختلفه، تاخدي الخبرات الحياتيه مجمعه كده على بعض، صحيح. الحياتيه والعمليه يعني. العملية صحيح. ومن بعدها تبتدي تشوفي بقى انت عايزه تبتدي مشروعك ده ازاي، وايه المقومات اللي انت محتاجاها. يعني اي مشروع عشان تبتديه او يتبني، يعني هو بيبقى محتاج 3 حاجات. يعني بيبقى محتاج خبرات وعلاقات وروس اموال او راس مال يعني. صحيح. ففي الوقت ده وانت داخله وخدتي القرار خلاص ان انت تبتدي المشروع بتاعك، انت معاكي كام من ال3 دول؟ مهم. معاكي 1، معاكي 2، معاكي ال3، ما معاكيش حاجه خالص. هو ده اللي يقدر يحدد لك اذا كنت انت عندك القدره ان انت تتخذي القرار ده، والقرار ده صحيح في الوقت ده ولا لا. طب لكن كم من التلاتة دول انت شايف ان هو يعني اساسي جدا عشان حد يبتدي من التلاتة اللي انت قلتهم؟ والله زمان وانا صغير كنت بشوف لا، لازم يبقى معاكي ال3. مهم. اما كبرت شويه اكتشفت ان هم 2 من ال3 اذا ممكن يمشوا، لان هم في الاخر بيكملوا بعض يعني. فاحنا لو بنتكلم على الخبرات، يعني هفترض ان انت عندك العلاقات وعندك رؤوس الاموال، تمام، فالخبرات تقدري تعينيها. صحيح. معاكي فلوس ان انت تجيبي تجيبي موظفين خبرات. عندهم قدر من الخبره ان هم يساعدوكي ان انت تقومي النشاط بتاعك. والعكس برضو، عندك الخبرات وعندك العلاقات بس ما معكيش راس المال. بالعلاقات تعرفي تجيبي راس المال، وبالخبرات تعرفي تقنعي مستثمرين ان هم يخشوا يحطوا معاكي فلوس. فعشان كده بقول لك اما كبرت ابتديت افهم ان هي لا، ممكن 2 من ال3 يقدروا يخلوكي ان انت تبتدي تشتغلي يعني. طب ما ينفعش واحدة، يعني حد عنده خبرة؟ واحدة بس هتبقى صعبة قوي unless ان انت بتشتغلي في حاجة متخصصة قوي. يعني مثلا هفترض ان انت عندك الخبرات واخترعتي خلطة كيميائية معينة لعلاج تساقط الشعر مثلا، تمام. فخلاص دي حاجة انت الوحيدة اللي في العالم حاجة اللي فريدة. اكتشفتيها، يعني حاجة فيري نيش مم. خالص، لان ده يعتبر اختراع. مم. فساعتها هتلاقي لا، الاتنين الباقيين هم اللي عادي. جايين لك وهم اللي بيكملوا بعض يعني. لكن في العادي لازم لا، في اتليست العادي، في اتنين. البيزنس العادي اللي احنا بنشتغل بيه، سواء كان يعني خدمات او انشطه عامه او تجاره عامه او لا، لازم 2 من ال3 على الاقل يعني، لو بتفكري تعملي مشروعك الخاص يعني. ايه اكتر شركة انت شفتها كانت متعثرة ماليا، شفت فيها اخطاء ادارية، قلت انا عمري لما ان شاء الله اعمل شركتي عمري ما هكرر الاخطاء ديت؟ هو انا مش عايز اقول اسامي يعني، لا مش لازم اسامي، مش احنا عايز عايزين اذكر، نقول بس الاخطاء لا، نفسها. يعني في المجال اللي احنا بنشتغل فيه ومجال الستارت ابس يعني، اخر 5 سنين شهدوا شركات كتير قوي
كانت الاستراتيجي بتاعتهم وللاسف it was influenced by برضو المستثمرين يعني الهايبر جروث. مهم. فالنوع ده من الشركات مش عايز اقول ان هو كان غلط، ولكن كان بيدي أهمية أكتر لمعدلات النمو على تحقيق عائد أصلا على البيزنس ده. انت تقصد ايه بالهايبر جروث عشان برضو الناس تفهم؟ هايبر جروث يعني خديها في أبسط الأمثلة، إن أنا بادي النهاردة عايز بنهاية السنة يبقى عندي مليون عندي عميل، اللي هو يعني عايز يبقى عندي ستريم مليون عميل، تمام، عايز أبقى عامل مليون معاملة يعني. جروث سريع جدا فترة قصيرة. بالظبط. فعشان توصلي للأرقام دي بتصرفي على الشغل كتير كتير جدا فوق المنطق، يعني ارقام فوق المنطق. يعني نفترض لو انت منتج هو المفروض يحقق لك هامش ربح مثلا 10 جنيه، تمام، فانت بتقولي انا صرفت 1000 جنيه عشان ابيع المنتج واجيب ال 10 جنيه. فده كلام مش منطقي. ليه؟ لانه بيبعد عن الفاندمنتالز بتاعه اليونت ايكونومكس نفسها بتاعه اي نشاط. فانت اي خدمه او سلعه بتبيعيها لازم على ليفل الخدمه او المنتج ده يبقى هو بيكسبك، عمليه البيع كده بتكسبك. صحيح. تمام. لو المكسب ده ما بيطلعش from day one يبقى في حاجه غلط. يعني لو انت عشان تبيعي السلعه دي، تمام، لقيتي ان هي بتحقق معاكي بالسالب، يبقى المعادله بتاعتك غلط. ولكن بس حتى في الفترة الأولانية يعني. حتى في الفتره الاولانيه خدي بالك عشان نفرق، انا مش بتكلم ربحيه الشركه، انا بتكلم على مستوى المنتج نفسه. تمام. يعني في دايما مقوله امريكاني يعني بيقولوها من زمان قوي، يعني بيقول لك it's always easier to sell a dollar for 99 cents. It's very easy to sell a dollar for 99 cents. فانا النهارده ممكن جزمه زي اللي انا لابسها دي، الجزمه دي هي مكلفاني 100 جنيه، تمام، لو عايز ابيع 100 جزمه في اليوم انزلها ب 50 جنيه السوق هتتباع عادي. صحيح. صح. بس انا كسبت ايه بقى؟ خسرت. ما كسبتش حاجه، انا خسرت. فهو ده اللي انا بحاول اقوله لك، ان على ليفل المنتج نفسه او على ليفل الخدمه نفسها اللي انت بتقدميها لازم من دي 1 تتاكدي ان هي بتحقق لك العائد اللي انت عايزاه. تمام. وبعد كده ممكن توصلي ان العائد ده بقى ما بيكفيش مصاريف التشغيل بتاعتك. تمام. ده الفرق بقى ما بين الريفينيو والجروس بروفيت. صحيح. فنقول لا ده ما بيكفيش مصاريف التشغيل بتاعتك، تمام. فعندك حاجه من الاثنين، يا اما تقولي لا يبقى السعر اللي انا ببيع بيه ده مش مناسب، محتاج اعلي السعر. بس هنا هتخشي في السوق تشوفي السوق ماشي ازاي عشان ما تطلعيش بره الماركت يعني، او تقللي انفاقات التشغيل بتاعتك. فلو انت واخده مكتب مثلا نفترض ايجاره غالي قوي، تمام، طب لا وانا ليه بدفع الايجار ده كله في المكتب ده؟ اخد نفس المساحه دي بس في حته يبقى ايجارها اقل من كده. تمام. وهكذا يعني عشان كده بقول لك هي إدارة الأعمال نفسها محتاجة بعض الخبرات، مش كل الخبرات ولكن بعض الخبرات. صحيح. يعني انت كان من رأيك ان اكتر حاجة انت شفتها غلط ومش عايز تكرر تاني حتة ان الناس تكون مستعجلة على البيزنس اكتر، يعني اللي هو الطبيعي ان البيزنس ينمو بشكل هيلثي، وخاصة لو بتقدمي حاجة جديدة سواء كان منتج او خدمة جديدة. تمام. لكن لو مثلا بتبيعي حاجة السوق عارفها بس انت عاملاها في شكل جديد او بتبيعيها بطريقة جديدة، اقول لك ماشي مقبول. صحيح. لكن لو حاجة جديدة خدمة اول مرة تنزل السوق، لا ما تقوليش انا عايزه هايبر جروث. يعني احنا شفنا هنا، يعني ده اللي جايز ممكن اتكلم عنه، يعني احنا شفنا في مصر هنا اوبر. تمام. اوبر على حسب معلوماتي انا يعني هو ابتدى في مصر شغل يبقى اوبريتيف، يعني يبقى عندهم عربيات في الشارع يعني من 2015، بس ما حدش كان يعرفها ولا سمع عنها. صحيح. انا نفسي كنت بستخدمها في 2015 2016، كان شغلي في مصر الجديدة وبيتي الناحية التانية في الشيخ زايد، فكنت بستخدمها بس ما كانوش منتشرين قوي، ما كانش عندهم عربيات كتير قوي، فمستوى الخدمة برضو ما كانش عالي قوي. فأنا كنت ممكن قبل ما انزل شغلي بساعة أطلب رحلة عشان الراجل يبقى موجود، يبقى متوفر ويقدر يوديني. تمام. بس الشركة ما بصتش للهايبر جروث هنا في السوق المصري، انا بتكلم طبعا على السوق المصري. تمام. ليه؟ لان احنا ابتدينا نسمع عنها في 2018 2019. قعدت فعلا فتره مع بال انا اول اعلان شفته الاوبر كان على المحور كان سنه 2019. تمام. صحيح. فاحنا بنتكلم ان هم قعدوا 5 ل6 سنين تمام بيشتغلوا من غير ما يصرفوا. ليه؟ لان هو حاجه جديده، خدمه جديده لسه ما حدش يعرفها.
فالخدمه الجديده دي لازم يحصل لها بروف اوف كونسبت. عشان يحصل لها بروف اوف كونسبت يبقى لازم يبقى مستهلك النهائي استخدمها واتبسط من الخدمه، او يعني خلينا نقول استخدمها وبعد كده قرر الاستخدام واتبسط من الاستخدام فرشحها لغيره. خليني اخد منك هنا كلمة ان اوبر قعدت كام سنة من غير ما تعمل دعاية، عشان انت عندك نظرية في موضوع الماركتنج، امتى المفروض الشركات تعمل ماركتنج. يعني كنا بنتكلم على ان الشركات الستارت اب المفروض تحرق في شوية في الماركتنج عشان تعرف، بس انت عندك وجهة نظر مختلفة، ان المفروض مش ما تصرفش من الاول. لا انا ما اصرفش من الاول، انا اصرف اول ما يبقى عندي زبون. يعني احنا دايما عندنا ترم كده اسمه كريتيكال ماس، على حسب طبعا نوع البيزنس اللي انت بتشتغلي فيه او النشاط اللي انت بتشتغلي فيه. لازم تبقي عارفه الكريتيكال ماس ده بالنسبه لك يعتبر كام زبون بيستخدموا الخدمه. تمام. تمام، او كام زبون بيستخدموا الخدمه باستمرار، يعني بيكرروا استخدام الخدمه. ممكن يبقى عندك 100 زبون، ده مش لازم يبقوا كتير، ممكن يبقوا 100 زبون بس كل واحد فيهم بيستخدم خدمتي 3 مرات في اليوم او 4 تمام. مرات في اليوم. تمام، فالتكرار برضو بتاع استخدام الخدمه. اول ما توصلي للكريتيكال ماس ده ايا كان عدده قد ايه، يعني هو ده اللي انت بتحددي فيه بقى، لا طب انا محتاج اعدي النقطه دي وبدل ال100 دول اخليهم 150 او 200. هنا بتتدخلي بالصرف. لكن الصرف اللي بيحصل في الاول على ليفل اي نشاط هو بس براند اويرنس، لان انت ما بتقدريش تقولي كل حاجه وخاصه لو خدمه جديده. تمام. فانا النهارده مثلا عندي، انا اول ما ابتدينا انا عايز اقول بس ان في حاجه اسمها سيمبل. سيمبل بتعمل ايه؟ دي مش هتعرفها من التسويق، وانا طب مش هصرف عليها من خلال التسويق عشان تعرفها. طب هتبتدي تقول ازاي؟ ما هو انت اكيد هتحتاج تصرف، عشان يعني لو شركة ستارت اب لسه و... وعايزة تعرف الناس بيها، ما هتضطر انها تصرف برضو. لا بتاخديها بقى بزنس ديفلوبمنت اكتيفيتيز، يعني اه تبتدي ازاي بقى؟ بقى اشرح لنا. كولابوريشن مع انتيتيز كبيره. فمثلا انت شايفه الخدمه بتاعتك دي نفترض مثلا مفيده للموظفين مثلا، تمام. تروحي تبتدي تبيعيها للشركات. تمام. تمام، فتروحي لشركات معينه وتعملي معاهم اتفاقيات وتتعاقدي معاهم ان انا بقدم الخدمه دي للموظفين بتوعكم، انتوا اول ناس في السوق عشان يستفيدوا منها و تمام. تمام. فهنا تبتدي تكوني الكريتيكال ماس، فعلى الاقل يوم ما تنزلي باعلان او تنزلي بماركتنج كامبين، في حد تمام، شايفك قبل كده. الزبون شاف اسم المنتج اللي هو بيشتريه موجود. تمام. لكن النهارده لو ما حدش اشترى المنتج خالص وانا نزلت الاسم وقلت ده احسن منتج في السوق، يعني مين اللي يفاليديت الكلام ده؟ على اساس ايه بتقول الكلام ده؟ صحيح. اذا كان ما فيش 5 اشتروه يعني، او ما فيش اللي عندي في البيت. يعني انا ممكن اروح البيت، ارجع البيت كده بعد ما قلت طلعت بحمله اعلانيه قلت سيمبل دي اعظم شركه في الدنيا مثلا، تمام، رجعت البيت انا بقى مستهلك صح، فبقول لاخواتي او قرايبي او اي حد معايا في البيت، يعني شفتوا يا جماعه شركه سيمبل الجديده دي؟ لا ما ايه بتعمل ايه؟ بتبيع بتعمل ايه؟ ايه؟ فعشان انا اقدر بقى اقول لهم دي بتبيع ايه، لازم ابقى استخدمتك واستخدمتك اكتر من مره، لان كل بني ادم فينا عنده البيعه بتاعته صحيح. صح. فانا اقدر اقنع بسمه بحاجه معينه لان انا عارف بسمه بتقدر ايه صحيح. وبتحترم ايه وايه اللي بالنسبه لها ليه زي ما بيقولوا كده ايه فاليو فور ماني، هي هتحط فلوسها في الحته حاجة دي. معينة. فبسمه بتحب القصه دي، فانا يوم ما اكلم مثلا بسمه عن سيمبل اقول لها لان هي بدون اجراءات. انا عارف ان بسمه ما بتحبش الاجراءات والروتين والورقيات والكلام ده، فدي اللي هتبيعها لها. صحيح. بس هو يعني انا افتكرت اصلا وانا بتكلم معاك شركة كان عندها الكونسبت ده، فكرة ان انت تبتدي بلو بادجت جدا، بس ان انت تعمل لنفسك دعاية من خلال اكتيفيتيز يعني. والشركة دي فعلا كانت نجحت جدا، كان يعني كانت شركة ادوية وكانت بتروح المؤتمرات وتتكلم مع الناس بشكل، هو ممكن تاخد effort كتير قوي من يعني اللي شغالين في الشركة او صاحب الشركة، لكن فعلا هي ممكن يوصل للنتيجة اللي هو عايزها باللو بادجت. ده حقيقي يعني، انا متفقة معاك في الموضوع ده. هو ده يعني، انا مش عايز اقول ان دي المدرسه الحديثه، لا هي دي اساسيات الشغلانه يعني بس يعني خليني هديكي مثال تاني مثلا. انت اول اعلان شفتيه الانستا باي امتى؟ لا مش من بعيد، من من قريب. شهرين صحيح. صح، من شهرين ده اول اعلان او اول حمله اعلانيه ليه. صحيح. تمام، بس ابتدوا يعملوا الحمله الاعلانيه وهم عندهم 6 مليون عميل. 6 مليون عميل، يعني عرفوا يعملوا اورجانيك جروث في مده سنه ونص بدون صرف على تسويق او اعلانات، لان الخدمه اللي بيقدموها كانت يونيك بصراحة. الناس محتاجاها. لا وكمان يونيك، يعني هي حاجة فريدة. الناس محتاجاها. فانا اول ما استخدمتها اول يوم
انا بعتها ل الورد اوف 50 واحد ماوث حواليا بالظبط، صح. على طول. وورد اوف 50 ماوث انتوا ازاي اشتغلت قاعدين يا جماعه من من غير غير انستا انستا باي؟ باي. ده كبار السن حتى دلوقتي بقى بيستخدموها. فهو ده اللي انا بقوله لك، انت لازم يعني ما تاخديش مدرسه واحده، لان اللي ينطبق على غيرك مش هينطبق عليكي، وده ممكن يوديكي يبقى واحد من اسباب الفشل في البيزنس بتاعك. لازم تبقي فاهمه كويس قوي الحاجه اللي انت بتشتغلي فيها، السوق اللي انت بتبيعيه فيها، زبونها مين، واوصل له ازاي، صحيح. وايه النيد وتاخديها بتاعت مراحل. يعني انا عندي كونسبت كده ان انا I don't pay money to achieve things that will eventually happen by time. يعني لو حاجه انت عارفه ان هي هتحصل هتتحقق كده كده، ولكن العامل في تحقيقها هو الوقت، وقت. لا انا هستنى. انا هقف في المحطه واستنى الاتوبيس لحد ما يجي عشان ياخدني، لكن انا مش هطلع اجري عشان اركب الاتوبيس من المحطه اللي قبلها. ما هو جاي، هو كده كده جاي. صحيح. في سؤال بقى عايزه اساله لك، حاجه برضو انا يمكن شفتها وحاجه كانت بتمثل تحدي لشركات كتيره، اختلافات الشركاء. انت شايف ازاي الواحد ممكن يعني لما تحصل خلافات كبيره جدا من الشركاء، والشركه خلاص بدات تكبر والدنيا بدات تكبر، ازاي هم يتغلبوا على الموضوع ده؟ بصي انا يعني الحمد لله ما واجهتهاش في حياتي الى الحمد الان، فيعني جايز ما اعرفش اقول لك حاجه واقعيه، ولكن ممكن اقول لك انا تخيلي عنها ايه. انا تخيلي ان هي بتبتدي من البدايه، من اختيارك اصلا للشركاء. طب حلو ده، يعني قول لنا انت اصلا. انت بتختاري مين الناس، بالظبط. عندك سابق معرفه بيهم ولا لا، بتثقي فيهم، بتثقي في قدراتهم، في قراراتهم. انتوا الاثنين او انتوا الثلاثه بتتشاركوا في نفس الرؤيه، عندكم نفس الباشن، عندكم كل المقومات اللي تسمح لكم ان انتوا تشتغلوا مع بعض ولا لا. ليه؟ تمام. لان في الحياه العاديه الاخوات بيتخانقوا، صحيح. فده طبيعي ان هو يحصل. بس لما يبقى عندك هدف اكبر من الخناقه، وهو انجاح هذه المنظومه او انجاح هذا النشاط، لان انتوا تعبتوا فيه وبذلتوا فيه وقت ومال ومجهود، بتقدروا ان انتوا يعني تعدوا الخلافات دي، او ما توقفوش عند الخلافات دي للهدف الاكبر او الهدف الاسمى. هو يعني ساعات بتحصل، ساعات بيقدروا فعلا يتجاوزوا، بس ساعات تانية المواضيع ما بتنفعش. انا دايما كنت ساعات بقول كده ان الشركات لما بتبتدي تشم نفسها بيبقى في كرسي كده على في البورد او في مجلس الاداره للشيطان قاعد بقى بينهم علشان الناس. فمش دايما على فكره الناس بتعرف تتجاوز، بس هم فعلا لو ما تجاوزوش دي هتودينا بقى للنقطه الثانيه اللي هي بعد اختيار الشركاء نفسهم، الورقيات اللي ما بينكم ايه. صحيح. يعني اي شراكه لازم يحكمها عقد، ولازم العقد ده يبقى منصف لجميع الاطراف، وتبقى واضح فيه الحقوق والمسؤوليات من day one. صحيح. ومش بس حقوق، اللي هو احنا مش نبص للنهارده، نبص ان احنا كويسين النهارده، بس احنا ممكن بكره نتخانق. حتى الاكزيت سيناريو اتحط، حتى لو اختلفنا هيحصل ايه. دي حقيقه. فدي حته برضو ناس كتيره للاسف ونوع العقود ده هو اللي موجود، وهو اللي اغلب الناس يعني بتمضي عليه او بيعملوه، هم بيأسسوا الشركات. ولكن يعني if I can relate للسيتويشن انت بتحكي عليه ده، في ناس كتير ما بتقراهوش. ده حقيقي. ما بيقروش العقد من كتر ما هو كبير. ليه؟ لانه زي ما انت بتقولي هو بيبقى فيه كل السيناريوهات المستقبليه لحد الاكزيت. صحيح. تمام. بس انا نصيحتي للشباب اللي بيخشوا في شراكات، لا، ادي لنفسك وقت واقرا العقد كويس قوي، عشان تبقى عارف اذا كان العقد ده بي ساتسفاي الريكوايرمنتس بتاعتك ولا لا. في حاجات انت عايز تقول لا انا مش موافق على دي، عايز اعدل دي، عايز عشان صحيح. تشوف بس هتختلفوا من الاول ولا هنختلف في النص يعني. صحيح. هو الاكزيت سيناريو ده من الحاجات المهمه جدا، لان الناس بتبص ان احنا دلوقتي كويسين، بس ما يعرفوش بكره في ايه. صح. وبكره دايما صعب على فكره. ده حقيقي. بكره عمره ما بيبقى سهل خالص يعني. بس بكره احلى ان شاء الله. هو احلى بس صعب. ده حقيقي. يعني ما فيش حاجه سهله حلوه على فكره. ده حقيقي. الصعب دايما هو الحلو. صحيح. ما فيش بزنس حتى بيبقى الامور فيه سهله مهما كان بادئ، يعني الموضوع ظاهر للناس ان هو حلو والدنيا ماشيه تمام، بيبقى جواه في مفرمه يعني. طبعا ان في ناس كتير ما بتبقاش على علم بالتفاصيل. الناس دايما بتحب تسمع قصص النجاح بالظبط. بس ورا قصه يعني ورا كل قصه نجاح
في كميه من التحديات والمعوقات وايفن قصص فشل كتير قوي دي ما حدش حكى عنها، ما حدش سمعها. صحيح فانت بتشوفي بس اللقطه الاخيره. يعني صحيح. انت زي ما بيقولوا كده ايه، انت بتشوفي الفيلم في السينما بس انت ما ما شفتيش شفتش تصويره. تصويره. تصويره ده ممكن قاعدين سنه بيصوروا فيه مم. في ظروف صعبه، في حر، في برد، في صبح، في ليل. انت ما شفتيش كل ده، ما حضرتيش كل ده، لكن انت شفتي النتيجه النهائيه النتيجة بس. النهائية. طيب بمناسبة تحديات، انت في سيمبل او يعني عامة في البيزنس البرايفت بتاعك، ايه اكبر تحدي انت واجهته؟ حاجة كبيرة قوي كانت لا قدر الله ممكن تؤدي لا الدنيا ممكن ما تمشيش يعني. بصي، هو اكبر تحدي بيواجهنا مش احنا بس، يعني بيواجه اغلب شركات رياده الاعمال في الوقت ده، هي التمويل مم. والاستثمار. يعني ان انت يبقى معاكي فلوس عشان تعرفي تكملي شغل، لان بغض النظر انت شاطره قد ايه وفاهمه كويس قوي في المجال بتاعك قد ايه، بس عشان تقدري تحولي شركه من بدايتها اللي هي بتمثل خساره لربحيه، محتاجه توصلي لسكيل معين او حجم معين. صحيح. الحجم ده لو انت من الاول مش عامله حسابك عليه وما معكيش فلوس ليه، فانت بتلميه وانت بتكبري، او مم. يعني بتحاولي ان انت تقنعي ناس يخشوا معاكي وانت بتكبري، او بتاخدي تسهيلات من بنوك او تمويلات او ما الى ذلك يعني. لكن لو فشلتي ان انت تاخدي الكلام ده مش فخلاص هتقف you will run خلاص. out of business على طول يعني. صحيح. مم. بلاش. فده اكبر تحدي، وده تحدي قائم على كل الناس يعني. حتى الناجح الربحان النهارده اللي هو الشركات اللي محققه بروفيتابيلتي يعني، طب ما هي البروفيتابيلتي دي بالظروف اللي احنا عايشينها النهارده ما تحققلوش العائد على راس المال اللي خده من اللي كان المستثمرين. بالظبط. صحيح. طب ده انا عايز تشالنج اكبر اصلا. البروفيتابيلتي دي، طب عشان اكبرها لازم انجكت فلوس في الشركه. طب اجيب الفلوس دي فلوس منين؟ منين؟ لازم برضه اخد تمويلات او اجيب مستثمرين جداد. مم. فهي الحته دي يعني انا بتهيألي كل الناس بتواجهها ايا صحيح. كان نوع الشركه او المرحله اللي هي فيها، بس كل الشركات بتواجهها. ان هو اكبر تشالنج بيواجه اي حد هو الفند اصلا يعني فعلا. دي حقيقه، دي حقيقه. ولكن يعني بعد الفند، اداره الفند، انت بتديري بقى الفلوس دي ازاي؟ تمام. لان في ناس بتنجح سبحان الله برضو يعني، في ناس بتنجح كويس قوي ان هي تلم فلوس بس ما بتعرفش لا تشغلها ولا تحافظ عليها. مم. وفي ناس تانية ما بتعرفش تلم فلوس قد اللي لموها اللي قبلهم، ولكن بيقدروا يعيشوا بيها سنتين وثلاثة وأربعة وخمسة، لأن بيعرفوا يديروا كويس، صحيح. ولكن ما بيعرفوش يلموا فلوس ما كويس أو عرفوش يلموا يقنعوا فلوس. مستثمرين. مم. طب التوليفه بقى الاتنين مع بعض دول نعملها ازاي؟ لا، ده رزق بتاع ربنا. مالناش دخل. يعني قصدي هو الموضوع ما فيهوش ساينس، هو محتاج ان انت تفضلي مكمله، يعني مكمله في السعي. و... وتاني عشان تقدري تجمعي تمويلات او استثمارات، محتاجه ان انت تبقي على طول عندك علاقات عندك علاقات، وبتتوجهي للجهات المسؤوله، سواء كانت صناديق راس مال مخاطر او مؤسسات ماليه او ما الى ذلك. لازم يبقى دايما عندك اوبن ديالوج معاهم، لازم تبقي دايما فاتحه كلام، لازم تبقي متابعه سوق الاستثمار ده فيه ايه، صندوق مين اللي كون فلوس او لم فلوس جديده ومحتاج ان هو يديبلوي في مشاريع بعينها او في صناعات بعينها. يعني لازم تبقي متابعه ايه اللي بيحصل، وتبقي فاهمه ايه التوقيت المناسب اللي تقدري تروحي تتكلمي معاهم. وهتتكلمي معاهم في ايه؟ ايه اهم حاجه هتبيعيها في الشركه اول ما تروحي؟ ايه صحيح. اول حاجه هتتكلمي عليها؟ المستثمر في ظني انا يعني البرودكت بالنسبه له اخر حاجه، لانه عدى عليه برودكتس كتير قوي. لكن مثلا التكنولوجي بيهايند ذا برودكت، الماركت اللي انت بتشتغل فيه، حجمه التيم اللي ورا البرودكت، كل الحاجات دي تهم المستثمر قوي يعني. احنا معانا فقرتين عاملينهم فيهم اسئله كلها تفاصيل جوه البيزنس زي كيسز كده، وهناخد رايك فيها وانت تقول لنا رايك ايه في الحالات دي. اوكي. اول فقره اسمها هتعمل ايه لو. هو سؤال انت يمكن جاوبت منه شويه، بس احنا عايزين يعني تشرحه اكتر باستفاضه. انت دلوقتي بدات مشروع والفند خلص منك، ايه المفروض الجهات اللي انت او يعني اروح مثلا احنا عارفين في حاجه اسمها اكسلريتورز، وفي يعني يروح يعمل ايه؟ المفروض شاب دلوقتي بدا مشروع والفند خلص منه بعد فتره، والمشروع فعلا مدي ساينز ايجابيه وان هو يكمل، فالمفروض يروح فين يعمل ايه؟
طب هو اول حاجه خلص منه دي مفيش حاجه اسمها فجأة. صح، مظبوط. احنا الطبيعي بتاعنا في اي بزنس موديل او بزنس بلان بيبقى عندنا اعمل حاجه بيزنس اسمها بلان. الران واي. صحيح. تمام، فاحنا عارفين خلاص ان مثلا نفترض على شهر 6 الجاي الفلوس هتخلص منه. الفلوس هتخلص مننا. صحيح. تمام، فلو احنا عندنا الرؤيه دي وعارفين المعلومه دي، لا احنا قبلها بست سبع شهور على الاقل واحنا بنتكلم بقى مع سواء صناديق يعني في سي صناديق راس مال مخاطر، او بنتكلم مع مؤسسات ماليه عندها انشطه تمويل تقدر تمولنا بظروفنا الحاليه، بورق الشركه الحالي، بميزانيات الشركه الحاليه يعني. فده مجهود لازم يبقى بيتعمل قبل ما توصلي للنقطه دي، لكن لو وصلتي للنقطه دي لا خلاص. هو خلاص كده الدنيا في. طب لو هو فعلا هقول لك ليه، لان هو ده بيدي مؤشر عنك انت ان انت مش كفاوندر او كو فاوندر للشركه يعني. صحيح. يعني ده مؤشر مش كويس جدا للمستثمر، حتى لو كنت عامله منتج هايل، صحيح. بس انت سبت نفسك اما تغرق وجاي ليه يعني. صحيح. طب لو افترضنا لا ان هو كان عارف وهو ابتدى يعني الهوم ورك بتاعه ان هو ابتدى قبلها ب7 شهور، ان الشباب بيتوه، يعني يقول انا اروح لفين، اعمل سيرش على النت مثلا، يعني بيبقى تايه يروح يجيب فند منين؟ طيب في سكتين او طريقين. تمام. الطريق الاولاني انت اشرتي ليه في الاول، ان هو يبتدي يابلاي ويجوين اكسلريتور بروجرامز. تمام. تمام، اكسلريتور بروجرامز دي موجوده ويعني في كتير منهم نشط في مصر يعني. صحيح. فبالتالي ان هو يبقى جزء من اكسلريتور بروجرام ده هيديله ليرنينج يعني منتورشيب وليرنينج واكسبرتيز وما الى ذلك، وبيديله نتورك. صحيح. فيبتدي يعرفوا على مستثمرين وعلى صناديق و يقدر ان هو يسوق لهم المنتج او الشركه بتاعته يعني. صحيح. فده طريق. الطريق التاني ان انا ابقى اوريدي باكسبلور كل الفي سيز ثرو الانترنت، وببعت لهم بلايند ايميلز. يعني ابقى انا اوريدي عامل كده ميل محترم بتكلم فيه بشكل موجز عن الشركه او عن البيزنس موديل اللي انا بشتغل فيه، وان انا عايز فرصه ان انا اقدر ابريزنت الكلام ده ليكو، وادي زي انفو داك او انترو داك صغير كده عن الشركه، عملنا ايه، التايم لاين بتاعنا ايه، المايلستونز بتاعتنا ايه، مين فريق العمل، الكلام ده. تمام. ايذر اور، وممكن تعملي الاثنين مع بعض. يعني في حد ممكن ياخد الاتجاه ده لوحده او ياخد الاتجاه ده لوحده على حسب امكانيات كل شخص يعني. وفي ناس لا بيعملوا الاثنين بالتوازي مع بعض يعني. صحيح. طيب السؤال التاني، هتعمل ايه لو لا قدر الله الشركه في حاله دروب او يعني في خساره دلوقتي بتحصل في الشركه، والموظفين بداوا ان هم يمشوا، بالذات الكاليبرز او الناس الكويسه قوي، تعمل ايه علشان تحافظ على الناس الكويسه قوي على الاقل عشان يقدروا يقوموا معاك الشركه مره تانية؟ طيب هو يعني لو الخساره دي ناتجه عن حاجه خارجه عن ارادتنا، يعني احنا عملنا كل حاجه في المعادله صح ولكن تعرضنا لخساره خارجه عن ارادتنا، وبقى عندك ناس عايزه تمشي في الوقت ده، احنا بنسميهم باد ليفرز يعني. تمام. دي الناس اللي هي يعني ما وقفتش معاكي في السراء والضراء، لا ده اول ما صحيح. جت الضراء قرروا ان هم يتحركوا. ففي الحاله دي بتسيبيهم، يعني بتخليهم يمشوا لان دول مش هيفيدوكي قدام. صحيح. ولكن بتحاولي على قد ما تقدري ان قصاد كل واحد مشي، يعني واحد خد قرار ان هو يمشي، واحد تاني خد قرار لا ان هو مكمل معاك لانه بيؤمن في الشركه، بيؤمن في رؤيتك، بيؤمن في المانجمنت تيم. تمام، وشايف يعني عنده ايمان بالفكره نفسها، لا ده لازم يحافظ عليه طبعا. ده تحافظي عليه، وده تبتدي تديله انسنتفز يعني. بالظبط. لو هو كان موظف بس، تمام، لا ابتدي اديله شيرز في صحيح. الشركه. تمام، مظبوط. ليه؟ لان هو ده اللي هيكمل معايا، هو ده اللي واقف معايا. صحيح. وهي المفروض اصلا يكون الشخص ده بدا يعمل الكالتشر دي من داي 1 في الشركه، ما يستناش لما تحصل خساره، انه يعرف ازاي يعني يخلي الناس الموظفين معاه بليفر معاه في الشركه. صح، بس خدي بالك لو انت بتتكلمي الكالتشر دي اللي هي مربوطه بان هم من الاول ليهم حصص في الشركه. لا لا لا، ما اقصدش كده، في رياليتي يعني. لان دي لا، في ناس بتسيب حصصها وتمشي عادي جدا. صحيح. يعني ده حقيقي، لو شفته. هو غير مظبوط. مؤمن بالفكره. صحيح. وشايف ان هو لا مش هيقدر يتحمل معاكم الظروف اللي بتمر بيها الشركه، هو ما عنده نسبه من صفر فمش فارقه مع حاجه يعني. صحيح. فهيسيبك ويمشي يعني. طيب هتعمل ايه لو في عندك موظف
مهم جدا جدا، ممكن يكون شايل جزء كبير جدا من التارجت او من السيلز، حد يعني بيلر يعتبر معاك، وعرفت ان هو بيشتغل مثلا في شركه منافسه، لان الموقف ده يعني حصل لناس شفته يعني. لو بيشتغل في شركة منافسة بدون علمي، بدون علمك. يعني انا ما اعرفش، فلا ده انا يعني مش هبقى حابب ان انا اكمل معاه شغل. حتى لو هو بيشيلك تقريبا اغلب الشغل. مش فارق معايا، الشغل ما مم. بيقفش على حد، مم. ولكن الانتجريتي شيء مهم جدا في طبعا. بيئة العمل، مم. لان هي في الاخر ثقافة صحيح. وبتنتشر بقى في فريق العمل كله. مم. فلو انا من الاول عندي بني ادم او موظف مش امين معايا على الشغل اللي هو بيشتغله، هثق فيه ازاي ان احنا نكمل مع بعض؟ صحيح. يعني مش هعرف، صحيح. بغض النظر ده بطل العالم في الحتة اللي انا بشتغل فيها، صحيح، مش فارق حتى لو معايا. هو بيعمل مش فارق معايا مم. يعني. بصي، في اثكس ومورالز كده ما ينفعش تضحي بيها عشان الشغل، صحيح. لان هتيجي على دماغك في الاخر وهتبوظ لك كل اللي انت بنيتيه ده. هيبوظ الباقيين اصلا يعني. يعني لو عندك، مش عايز اجيب امثله سوقيه شويه، بس يعني تاجر الفاكهه لو عنده حاجه قفص بايظه، صح، كانوا في بيقولوها حاجه كده بايظه دايما. من تحت هتبوظ باظ القفص كله اللبس من كله، الاخر صحيح، يعني. ده حقيقي، ده حقيقي. احنا بالفقره اللي جايه اسمها مكسب الخساره. انا هسالك اسئله كيسز، برضو الحاجات، برضو كل الاسئله دي حالات احنا شفناها في السوق وفي مع شركات. انت تقول لي انت شايف اللي عمله صاحب الشركه ده هيؤدي بيه المكسب ولا خساره وليه. تمام. اوكي. اول سؤال، حد بيبتدي شركه والشركه بتاعته دي لسه ستارت اب، وراح جاب اصحابه واقاربه واهله في التيم اللي هيبني معاه الشركه، على اساس مبدا اهل الثقه مش اهل الخبره. شايف ان دي حاجه مكسب ولا خساره؟ جابهم شركاء ولا لا لا، موظفين؟ موظفين. موظفين، لا دي خساره على طول. مم. خساره. ليه بقى؟ ليه؟ لان لو هو جايبهم عشان هم قرايبه لكن مش اهل خبره، ما عندهمش خبرات، يبقى هيفيدوه بايه؟ هو شايف ان انا عايز وانا ببني الشركه ناس تكون ثقه معايا، اكون واثق فيهم، يكونوا في ظهري. ده فكر ناس كتير على فكره. صح، بس دي عامله بالظبط زي انا رايح اقابل سايح الماني، فخدت معايا اخويا حد اثق عشان فيه يكلمه، وهو واخويا ما ما بيعرفش بيعرفش يتكلم يتكلم الماني، الماني. فانا واخده ليه؟ انا متفقه عشان معاك اخويا فعلا. وبثق فيه مم. يعني. مم. يعني ما عنديش مشكله ان هم يبقى عندهم قدر من الخبرات اللي ممكن اعتمد عليها عشان اقوم الشركه، فتمام. يعني اخد طبعا الناس اللي بثق فيهم، ولكن لو انا واخدهم لمجرد الثقه وما فيهمش الخبرات اللازمه اللي تسمح لي بان انا ابتدي النشاط ده او ادير النشاط ده، لا اسف، دي خساره على طول. انا متفقه معاك، بس هو للاسف ده فكر منتشر عند ناس كتيره، اللي هو انا اخد الناس اللي بثق فيها، انا لسه ببتدي ومش عايز خيانات والكلام ده، بس للاسف هم ما عندهمش الخبره الكافيه. حتى يعني على سكيل اكبر، خدي بالك ده هيعمل كتير، ده مشاكل. حقيقي، يعني ده بيحصل. مم. في سكيل اداره بقى شركه نفسها، واداره موظفين، واداره الايموشنز بتاعت الموظفين دي، واصل ابن خالتي غيران من ابن عمتي عشان انا مسكت ابن عمتي الحسابات واديته هو انت بتتكلم على واقع شفته بعيني يعني عشان كده بقول لك هي شفته. خساره، هي من اه. الاول السيناريو ده خساره. يعني انا دايما في الحاجات اللي بيبقى فيها خلينا نقول، مش عايز اقول مغامره، بس الحاجات الخارجه عن المألوف انا ما احبش اشتغل فيها لا مع صاحب ولا قريب صحيح. خالص ولا يعني. تشارك صاحب. ولا شارك صاحب ولا قريب في الاول، الفتره اللي اه في الاول، فعلا. تمام، لحد اما اعدي مراحل معينه، وبعد كده لو الموضوع ده فيه فايده ليا وليهم، اقول لهم تعالوا في النقطه دي، ده احسن لكم من حاجات تانية كتير. تمام. لكن المرحله الاولانيه لا، ما شاركش لا صاحب ولا قريب، لانه هيبقوا عبء عليكي من الاول. صحيح. يعني هيبقوا جزء من المشاكل اللي انت هتواجهيها، بس الفرق ما بين المشاكل اللي انت هتواجهيها والمشكله دي، ان دي مشكله انت خلقتيها من دي 1. انت خلقتها مظبوط. السؤال التاني في مكسب الخسارة، حد ابتدى مشروعه، دي بقى ناس كتيرة جدا بتعملها، وابتدى المشروع والدنيا ماشية وما بيجيبش محاسب، على اساس ان انا طول ما انا معايا كاش فلو او في كاش في ايدي انا الدنيا تمام يعني، بس ما بيشوفش المحاسب ده بس غير في وقت الضرايب وخلاص. انت شايف ده مكسب ولا خسارة؟ آه على حسب النشاط، وعلى حسب حجم دورة الفلوس عاملة ازاي. يعني الكاش فلو اللي بيلف ده
قد ايه، بتعامل مع مين، عندي موردين ما عنديش موردين، لان في الاخر المال السايب هيعلم السرقه. صحيح. وجود المحاسب في الاول بيبقى حاجه اسمها بوك كيبنج، فانا مفيش جنيه بيخش او جنيه بيخرج غير وهو مكتوب. لو حضرتك عندك القدره كمؤسس ورئيس تنفيذي للشركه ان انت تعمل البوك كيبنج ده ونادرا حد يعمله. باصوله المحاسبيه، اعمله ووفر على نفسك نفقه المحاسب فعلا في الاول لو ما عندكش القدره عليها. لكن لو انت اصلا ما عندكش الخبره في البوك كيبنج دي وما تقدرش تعمل الكلام ده عشان هتبقى انت مشغول بحاجات تانية بقى وبزنس ديفلوبمنت اكتيفيتيز وبيلدينج برودكتس لا، يبقى المحاسب ده از ان انتجرال بارت فروم داي 1. صحيح. انت شايف ان المحاسب ومين تاني اقسام، او بلاش اقسام يعني، في ستارت اب افراد انت شايفهم مهمين في اي ستارت اب في اي شركه؟ في المرحله الاولانيه هو الشق المحاسبي والشق القانوني. مظبوط. في المرحله اتفق الاولانيه جدا. يعني دول لو انت لسه في مرحله التاسيس وبتبتدي حاجه، انا يعني انصح ان انت ابتديها على نظافه. صح. عشان تبتدي على نظافه يبقى لازم اصحاب ورقيات. الخبرات هم اللي يعملوها لك، عشان اما تروحي بعد كده ربنا يكرمك والشغل يكبر وتبتدي تروحي عايزه تلمي تعملي يعني تلمي استثمارات او تعملي زياده راس مال وفي الوقت ده غالبا هتبقي مستعجله جدا، ما تلاقيش ان انت عندك كميه بيبر ورك وكميه حاجات كتير لازم تظبطيها الاول. صحيح. قبل ما تلمي فلوس يعني. طيب السؤال بعد كده، في مكسب ولا خساره حد مش خبير مثلا في مجال المطاعم وشايف ان مجال المطاعم ده يعني في جروث كبير وكده، فقال انا هعمل مطعم، بس هو ما عندوش خبره خالص في المجال، بس قال هجيب ناس خبره يشتغلوا معايا، انت شايف ده مكسب ولا خساره؟ برضو على حسب. ما هو اصل يعني هو النهارده لعب دور مستثمر مش دور رائد اعمال. لا هو هيدير المكان بس هيديره هيجيب ناس تحته. هيديره بايه؟ يعني ايه هيديره؟ قراراته ايه؟ على انهي مستوى؟ يعني هل على المستوى التشغيلي؟ يعني لو مثلا اللي بيفهموا بقى في موضوع المطاعم ده قالوا له على فكره الشهر ده عايزين نجيب طن لحمه، تمام، هل هو ليه القرار ان هو يقول او لا؟ وبناء على ايه؟ طب عامة انت شايف ان حد يفتح حاجة في مجال مش مجاله ويجيب ناس هي اللي تشتغل وحتى تديره، انت شايف ان دي حاجة؟ لا، انا عكس كده. يعني انا لو عاجبني المجال ده هتتعلمه؟ انا هفتحه واتعلم فيه بفلوسي في الخساره. تمام. خدي بالك انا جايز من اكتر الناس اللي ممكن تقابليهم في حياتك اللي مؤمن بالخساره. تمام، بس اخسري كل ما تملكيه واللي تقدري ترجعي تملكيه تاني. يعني في حاجه واحده في حياتنا بنخسرها وما تقدريش تتملكيها تاني. ايه بقى؟ الوقت. الزمن. عمرك اللي بيعدي ده ما تقدريش ترجعيه تاني. صحيح. لكن فلوس بتعملي فلوس وبتخسري فلوس، صحاب بتعملي صحاب وتخسري صحاب، جواز بنتجوز وبنطلق وبنتجوز، عيال بنخلف يعني وربنا بياخد. كل حاجه ممكن تتعوض في رحلتك في الدنيا. صحيح. في حياتك في الدنيا الا وقتك. وقتك ده بيروح. فانا ما عنديش مانع خالص ان انا لو انا فعلا مغرم بموضوع المطاعم ده وشايف ان انا عايز اخش المجال ده، لا انا هخش واجربه بايديا واتعلم التفاصيل. يعني لو قلت لك الطبخه نفسها الوصفات هتعلمها وانا اللي اعملها، فاهمه؟ تحضير الحاجه، خدمه الزبون، كل حاجه تعمليها بايدك. او يعني لو انت ما عندكيش اللاجر بتاع ان انت تتعلمي في فلوسك ده، لا انا هروح اشتغلها انا. فانا اروح اشتغل في مطعم، اشتغل ابتدي مثلا جوه المطبخ، ومن بعد المطبخ اطلع بره منطقه السرفسه، ومن السرفسه ابقى انا الكاشير. يعني اخد الدوره كامله. فهمت الدوره كامله ولسه عندي شغف بالصناعه دي، خلاص ابتدي اعملها انا بقى، ما انا خلاص اتعلمت. في مقوله بيقول لك المهنه اللي انت ما كنتش فيها صعب تكون فيها معلم. صح، الى حد كبير، الى حد كبير قوي. صحيح. صحيح، لازم تبقي اشتغلتي الحاجه بايديكي او على الاقل حضرتيها شفتيها. يعني مش لازم حضرتك تكوني اشتغلتيها بايديكي، بس ممكن والدك مثلا، اخوكي، يعني حد في العيله كنت متابعاه وشفتيها. لكن من بره المجال تماما وجايه تقولي انا عايز اعمل دي، طب بأمارة ايه يعني؟ هي للاسف بتحصل كتير وفي الاخر بيخسروا برضو يعني. هو ده لان تاني الناس بيبقى شايفه الظاهر. فهو شايف ان نفترض مثلا على نفس المثال اللي حضرتك اديتيه،
سلسله مطاعم من سنه كانت مطعم، النهارده بقوا 20 مطعم، يبقى اكيد ده بيزنس بزنس. مربح جدا وبتاع، يلا هخش فيه. بس هو ما يعرفش البيزنس ده خد ايه عشان يوصل للمنظر ده، وممكن المنظر ده ما يبقاش بيدل على نجاح صحيح. اصلا. يعني ممكن يكونوا بيخسروا وبيتوسعوا. ممكن يعني في اسباب كتير قوي، او في elements كتير قوي ممكن تغير المفهوم اللي انت شايفاه او اللي انت حاساه، لو بس عرفتي الداتا او عرفتي الفاكتس. يعني لو عرفتي اصل الحكايه ممكن تغيري منظورك عن الفكره دي كلها تماما يعني. صحيح صحيح. اخر سؤال معانا في مكسب ولا خساره، وهو سؤال دايما بيتسال يعني في شارك تانك. حد مش متفرغ وعمل بيزنس، انت شايف دي مكسب ولا خساره؟ خساره. لازم يكون الشخص متفرغ؟ لازم. ما شفتش كيسز قبل كده، حالات الناس ما كانتش متفرغه، كانت يعني نص هنا ونص هنا ونجحت؟ ما هو ده يعتمد على توصيفك للنجاح ايه. اه. لكن انا كل الكيسز اللي شفتها اللي مش متفرغين، يا اما خد وقت طويل قوي عشان ينجح، يا اما صرف فلوس كتير قوي عشان ينجح لانه اتسرق في النص كتير قوي، تمام، يا اما غير البيزنس موديل اكتر من مره لانه مش متفرغ. التفرغ بيقول ان انت ظهرك في الحيطه و... والعدو امامكم، خلاص يعني ما فيش، ما عندكيش حل تاني. فده بيعظم قدرتك الابداعيه وقدره التعايش بتاعك، السرفايفل مود اللي انت فيه. ما انت عارف خلاص ما عندكيش مجال او مصدر رزق تاني غير ان انا هعمل دي. صحيح. لازم دي. صحيح. فلازم تتفرغي لها. خديها بمنتهى البساطه كده، فكري قولي ايه. طيب انا نفترض مثلا انا داخل على امتحانات شهاده الثانويه العامه، تمام، بس انا قررت ان انا مش هذاكر غير ساعه واحده كل يوم. ماشي، ذاكر ساعه واحده كل يوم بس مش تنجح. لو عايز تنجح، لو عايز تنجح لازم تدي اكتر من كده. صحيح. بس احنا خلصنا الفقره دي، بس انا عندي سؤال اخير بقى في الحلقه. انت اخدت قرار في لما كنت سي او في شركه كبيره يعني، واخدت قرار ان انت هتستقيل وهتعمل برايفت بزنس بتاعك. القرار ده في يعني تقريبا اغلبنا اللي عدوا ال40 بنصحى من النوم انا عايز استقيل واروح اعمل برايفت بزنس بتاعي. انت شايف القرار ده امتى الواحد يكون واثق وهو بياخده ان هو مش هيرجع يندم انه ساب وظيفته وراح عمل حاجه خاصه بيه؟ لا، واثق انه مش هيرجع يندم. دي ترجع يعني من واحد لواحد. يعني انا من بعد ما سبت الوظيفه واسست الشركه دي، انا مريت بمواقف كتير قوي غيري كان ممكن ياخدها ندم ويشد سطر ويرجع بقى من الاول تاني، يعني يرجع موظف تاني. تمام. تحديات يعني واجهتك طبيعي طبيعي. ما عشان كده بقول لك تختلف من شخص للتاني، وفكره عامل ازاي، قدرته عامله ازاي، شخصيته عامله ازاي، بتفرق كتير. تمام. ولكن اللي اقدر اقوله لك ان عشان تاخدي قرار زي ده لازم يبقى وراه هدف معين. الهدف عمره ما كان الفلوس، والهدف عمره ما كان النجاح. صحيح. تمام. ما الهدف ايه طيب؟ انت بتاخدي الخطوه دي ليه؟ عشان ايه؟ انا بالنسبه لي انا كنت باخد الخطوه دي عشان الحته اللي احنا اتكلمنا عليها من شويه، ان انا عمري بيضيع وانا حاسس ان انا ما حققتش حاجه لنفسي ومن بعدي. يعني I don't have a legacy. تمام. نجحت في حاجات كتير، نجحت في وظائف كتير، اشتغلت في حتت كتير، ولكن كنت دايما بشوف ان بالوصول لسن المعاش هو مفيش حد هيشوف الكلام ده. تمام. خالص. تمام. يعني لو ربنا قدرك عرفتي ان انت لحد الوقت اللي توصلي فيه لسن المعاش تبقي اديتي رسالتك في الحياه، ولو عندك اولاد كبرتيهم وعلمتيهم و تمام، وانت راضيه بكده، ده كويس برضه. يعني في ناس كتير بتمشي على الطريق ده، بس انا كنت شايف ان قدراتي وخبراتي وامكانياتي وعلاقاتي وكل الحاجات اللي انا اكتسبتها على مدار 25 سنه شغل ممكن ابني بيها حاجه لنفسي. بس يعني مش بالضروره ابقى صح على فكره، بس انا بقولك دي رؤيتي. انا شايف ان انا خلاص سني كبر، محتاج الحق اعمل حاجه قبل فوات الاوان. والحاجه دي لازم تبقى حاجه كويسه، وزي ما بيقولوا كده ايه، على مزاجي. يعني مفيش تاثيرات خارجيه بتاثر عليكي،
مش بتعمليها لان انت مضغوط ماديا او بالظبط كده. لا انا لان خديها على نفسك، انت لو انت موظفه في شركه في ساعات كتير قوي هتلاقي نفسك بتعملي حاجات وبتاخدي قرارات غصب عنك عشان بس مضغوط ماديا، انا ده محتاجه ده دورك، اكل العيش بيقول كده، بالظبط. طالما انت موظفه هنا بتسمعي الكلام، ده صحيح. دورك. تمام. لا انا الاطار ده صحيح الحمد لله ما عشتش فيه، يعني في اغلب الحتت اللي اشتغلت فيها كان في توافق وكنت مرتاح جدا، ولكن زي ما بقولك حسيت ان انا تنقصني حاجه. وبرضه ما اخبيش عليكي في حته الغرور شويه، الله اما انت شاطر قوي طب كده ما تعمل حاجه وكويس نفسك. مع كل الناس، طب وانت مش كويس مع نفسك ليه؟ فحبيت اجرب نفسي، لان بعد كده مش هيبقى في وقت ان انا اجرب. تمام. محمد، انا انبسطت جدا بالحلقه النهارده حقيقي، وانا شخصيا استفدت، واتمنى ان انت كمان تكون انبسطت، ويعني ان شاء الله ما اشوفكش في حلقات تانية عن مشاريع خسرانه الا بقى اذا كنا برضو هندردش في خبرات او تدينا من خبراتك ان شاء الله، ونشوفك باذن الله قريب. ميرسي يا بسمة، واشكرك جدا على الدعوة، انا برضو استمتعت جدا بالحوار ما بينا يعني، واتمنى ان احنا نكرره بس برضو مش مش في مشاريع خسرانه بقى، يعني ندردش برضو نروح بقى كده. لمرحلة تانية مشاريع ناجحة، يعني نبتدي نتكلم عن المشاريع الناجحة ان شاء ان الله يعني. شاء الله باذن الله، وكل التوفيق ليك في سامبل ان شاء الله الله باذن يخليكي، الله. ميرسي، شكرا لحضرتك، شرفتنا. شكرا، ميرسي.